سلام حبوباتي، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ جيت نطلع عليكم نوريكم الجديد ديال منتوجات في داري اللي وفرتهم لكم في بيو هاوس. جبت لكم البنات هاد القطونه فيها 200 غرام. هذه زوينه للناس اللي فيهم القبض، عندهم مشاكل في المصران، القبض. زوينه لصحاب الكوليسترول، صحاب السكر، كتقاد السكر في الدم، وعندها بزاف ديال المميزات. ان شاء الله الا بغيتو ندير لكم فيديو خاص عليها. جبت لكم البنات هاد فاتح الشهيه، منتوج جديد ديال في داري اللي طبعا ما خرجوه حتى جربوه وعرفوا الفعاليه ديالو، وانا جبتو لكم وفرتو لكم في بيو هاوس باش تستافدوا منه نتوما. ايوا البنات اللي كيطيبوا اكل صحي، خبز صحي، جبنا لكم الخميره البلديه مجففه. هذا واحد المنتوج اللي تستفردوا به تعاونيات في داري اللي ما صايبوه حتى هو، حتى جربوه ولقاو الطريقه المثاليه للحفظ ديالها، وهكا تستعملوه في الدار ديالكم بكل امان وتستمتعوا بداك الخبيز ديال الشعير بالخميره البلديه. وفرت لكم مجموعه من الزيوت، غادي نذكرهم لكم وحده بوحده هكا باش اللي بغات شي حاجه تلقاها عندي ان شاء الله، تلقاها في المتجر المفضل ديالكم بيو هاوس. جبت زيت الكوك. هاد زيت الكوك ديال في داري لا يعلى عليها حتى لدابا ما لقيتش شي زيت اللي زوينه بحالها، وهادشي حتى بالشهاده ديال الزبونات ديالي والمتتبعات ديالي اللي خداوها، اكدوا لي على هادشي البنات. جبت لكم زيت الجنجلان، هيا زيت الجنجلان، زيت اللوز الحلو، زيت الخروع، زيت لبان الذكر، زيت الحلبه والحبه السوداء. هادوما الزيوت اللي قدرت نوفر لكم دابا. قلت لكم هادوما الزيوت اللي قدرت نوفر لكم، وطبعا زيت تساقط الشعر اللي غادي نوريها لكم دابا. هذا منتوج اللي ماشي اول مره كنجيبوه، هذا ديما كنجيبوه منين بديت في بيو هاوس، ماشي حتى في بيو هاوس، منين بديت التجاره سنوات دابا. وتقريبا نقول لكم الزيت الوحيده اللي كندير دابا ديال تساقط الشعر هي هذه الوحيده اللي كندير، جربتها حتى مورا رضاعه. نصحكم بها البنات اللي مازال ما عرفوها عندي، والله العظيم نصحكم بها، واخا الثمن ديالها زايد شويه ولكن راه شي حاجه اللي فعاله فعاله فعاله. جبت لكم البنات هاد المنسمات، ديما هادو في كل كوموند كنجيبهم حيت تبارك الله كيتمشاو من الحوايج اللي ديما مطلوبين. كاين منسم الدجاج، كاين منسم السمك، كاين هذا المسخن هذا اللي خطير. البنات اللي بغات تحمل ديرو. كان ديك الساعه واحد صاحبتي قالت لي نهار اللي جبتي لي نهار درت الرفيسه حملت. المهم زوين هذا، حتى في النسمه ديالو واعره في الرفيسه. راس الحانوت، هذا الاطباق اللي حلوه مالحه، راس الحانوت، منسم الكفته ومنسم القهوه. هاد رابعه، هذه كديريها في رابعه ديال القهوه. هاد القريعه الصغيره حتى هي واعره شي حاجه اللي ما غاديش تذوقوها في شي بلاصه اخرى. جبت لكم النيله البنات اللي طلبوها ليا، انا شخصيا هذه ما كتخطانيش لان كيجيني اسهل ماسك واحسن ماسك اللي هو دانون مسوس والنيله. سهل بزاف، وراني داير لكم في يوتيوب واحد الفيديو بالنيله فيه 4 الوصفات اللي خطيرين اللي ما غاديش يخطاوكم نتوما. هادو تا هما من المنتوجات اللي ديما كنجيب، اللي الحمد لله مطلوبين. صباغه ديال الشعر بشطه تندوي لكم عليها حتى هي بالديطاي بوحدها. صابون البلدي بارغان، السقله الواعره ديال في داري، سقله الجسم، الصلصال الاحمر، الطين الابيض والطين الاخضر. وشوفوا لي هاد الخير تبارك الله، هادو راه تقريبا نص ديالهم بالكوموند، وزدت عليهم باش هكا الا بغيتوهم البنات اللي يلاه اكتشفوهم معايا في هاد ستوري. جوج ديال المنتوجات اللي ولاو اكثر طلبا عندي اللي هما تخسيس البطن، خلطه تخسيس البطن اللي جربوها البنات وعجباتهم، هكا في 3 الاسابيع عطاتهم نتيجه. واعشاب المعده، هاد الخلطه ديال تخسيس البطن هي خلطه من اعشاب مطحونه اللي زوين بزاف، عندهم جوج في واحد، جوج الادوار. الدور الاول انا كتفش المصارن اللي غاز كيخرجوا ما تيبقاوش تيمشيو بكل سهوله. والحاجه الثانيه انها دوك الدهون الصعبه ديال الكرش مع المداومه مع الاستعمال كتوليو يذوبوا، يعني الكرش ما تتبقاش.
وهاد الاعشاب ديال المعده، هادو الناس اللي عندهم حرقه، حموضه، الام، اي مشاكل ديال المعده، هادو دواء طبيعي، اعشاب مطحونه كيبردوا عليك داك الحريق ولا داك الالام. وكديروهم تتشربوا هكا معلقه ولا 2 معالق، يعني معلقه مع الماء، 2 مرات في النهار. جبت لكم هذا المحلول ديال السعال، هذا اللي جربته انا شخصيا في هذا المرضى اللي دازت. الحمد لله الكحه ما طولاتش فيا، دغيا زربت عليها بي. اول مره كنجربو وعجبني، زعما عجبتني الفعاليه ديالو، وبغيت نشاركو معكم داكشي جبت منه بزاف هكا باش تنتوما تجربوه. هو خليط من شنو نقولوا، مقطرات اعشاب اللي زوينه الكحه، بحال الفريو، الزعتر. المهم تحسي بواحد الخليط عجيب وزوين حتى الوليدات الصغار، حتى اقل من سنه. تخيلوا البنات هكا الوليدات الصغار كتخفوا ليهم، اما انا كنشدو كنديرو في غليق، هاد الغلقه هادي كنكب فيها ونشرب 3 المرات في النهار. المهم هو شاركته معكم وجبت لكم منه باش نتوما تجربوه. جبت العطريه هذه كنحماق عليها ديال في داري، حيت متاكده منها طبيعيه وما فيهاش ملونات، منقيه. لان انا شخصيا مشيت لتما وشفتهم كيفاش كيخدموا، وعجباتني الطريقه باش خدامين ناس خدامين بضمير. داكشي جبت لي انا، راه كلشي هادشي جبت لي منه. يمكن الا هذه ديجا عندي فين القزبوره، وهذه يلاه كنت حليتهم راه عندي، وداكشي الاخر ديالي. وجبت لكم نتوما. مهم نوريكم بسرعه. عندك القزبور يابس، فلفل حلو بدون ملونات، هذا في دار كركم، كمون بلدي، هذا شي حاجه اللي خطيره، واحد النكهه فيه سبيسيال هذا الكمون بلدي ديالهم. شنو عاوتاني؟ والفلفل الاسود. كاين القرفه، كاين شنو مازال غير انا مثلا تنحاول ما امكن نجيبهم بالكوموند اكثر، يعني تنزيد غير حاجه قليله. قلت لكم كنزيد غير شي حاجه قليله، مثلا باكيه ولا 2 باش هكا ديما تكون عندي العطريه جديده. يعني اللي بغاتها كنجيبها لها جديده. تقريبا نقول لكم تندوز كوموند في 15 يوم تقريبا، يعني كل 15 يوم عندي تتكون جديده ان شاء الله. صافي. المهم اللي بغاتها، اللي شافت راسها قربت تقاد ليها العطريه، بيو هاوس في الدماء. جبت لكم الزيوت الاساسيه، هادو 3 زيت الاساسيه ديال الشاي الاخضر، جبتها بالكوموند، يعني مكوموندينها. هذه حتى هي بالكوموند، وزدت شي حبات هكا زيت الاساسيه، ولا هذه الروح ديال الخزامه. هاد الروح الخزامه لاش طلبوها لي البنات، طلبوها لي على قبل الجمل. هذا هو الوقت ديالو في المدارس، يعني هذه حمايه، يعني كدار حمايه، كداروا نقيطات هكا ورا الودن باش ما يقربش الوليد ولا البنيته. هذه هادشي اللي جبتها. الزيت الاساسيه ديال زهره الليمون، والزيت الاساسيه ديال الكاليبتوس، هادو متوفرين. الكاليبتوس انا عندي هذه ما كتخطانيش في الوقت هادي. دكتور فايد وصى عليها وفصى على الزيوت الاساسيه، قالك هذوك هما الحل الانسب لهاد المنزله اللي حنا فيها، وهاد الرواح وهاد الامراض العجيبه اللي ولات هاد الوقت. جبت لكم القسط الهندي، عنده بزاف ديال المنافع. راه الا بغيتو ندير لكم فيديو خاص عليه، زوين. الدرجه الاولى البنات اللي عندهم الكواطر، الغده الدرقيه، اللي عندهم بومزوي حتى هو خطير. المشاكل ديال المصارن كاملين بومزوي، والقبض زوين. حتى المشاكل ديال الحلاقم، الكحه، هذا خطير. هذا خاص هو مر شويه، مر وديك المروره ديالو هي اللي فيها الدواء، وزوين. حتى اللي عندهم الدهون الثلاثيه. المهم حاولت نذكر لكم هكا الحوايج الاساسيه علاش كياخذوه الزبونات ديالي.